في ناس اتشافت من السرطان، ناس خرجت من السجن، ناس خلفت بعد 10 سنين عقم، وكلهم عملوا نفس الحاجة، قالوا جملة واحدة وكرروها كتير، وكانت هي السبب في قلب حياتهم 180 درجة. الرزق نزل من حيث لا يحتسبه، أبواب اتفتحت وقلوب اتغيرت. تعالى أقول لكم على تجارب واقعية لأشخاص اتحولت حياتهم بالكامل بسبب سر واحد، وهو الصلاة الإبراهيمية. أول تجربة معانا كانت من شاب اسمه أحمد، خريج تجارة طنطا. بيقولي اللي هو اتخرج من 3 سنين، وكان بيقدم كل يوم تقريبا في كل مكان تقريبا، شركات، محلات، سوبر ماركت، لكن ما كانش فيه ولا حد بيرد، ولا في أي فرصة، ولا حتى كان في رفض محترم. كان كل يوم بيرجع البيت من غير أي أمل. أهله بدأوا يضغطوا عليه: مش هتشتغل؟ مش ناوي تتحرك؟ انت نايم ولا ايه؟ وفي مرة وهو متضايق جدا سمع شيخ في فيديو بيقول: الصلاة الإبراهيمية تفتح لك أبواب الرزق المغلقة، جرب تقولها 1000 مرة يوميا وشوف النتيجة. ضحك في الأول وقال: يعني 1000 مرة؟ وأنا هقولها 1000 مرة ازاي؟ وأنا يعني حتى لو قلتها ايه اللي هيحصل؟ بس في ليلة وهو قاعد لوحده قرر يجرب. قال: يا رب، لو دي فعلا مفتاح أفتح بيه بابي، قويني اللي أنا أقولها فعلا 1000 مرة. بدأ يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالها أول يوم 300 مرة، تاني يوم 600، وفي اليوم التالت كمل لل1000. بيقول اليوم الخامس جاله اتصال من شركة كان ناسي أصلا إن هو قدم فيها من شهور. بيقولوله: أستاذ أحمد، حضرتك اتقبلت في الوظيفة، والمقابلة هتكون بكرة، من غير واسطة، توصية، من غير ما حد يعرف. أحمد بكى في يومها وقال: أنا اشتغلت بقدرة ربنا أولا، ثم الصلاة على النبي. تاني قصة معانا سارة، متجوزة من 6 سنين، بتحلم تبقى أم. لفت على الدكاترة، تحاليل والعيادات، وكل مرة كان الأمل بيقل. الكل كان بيقول لها مفيش سبب عضوي، بس الحمل مش بيحصل. وفي مرة وهي خارجة من عند الدكتور كانت بتبكي عند العيادة، قابلتها ست كبيرة وقالت لها: يا بنتي، جربي الصلاة على النبي، كرريها بعد كل صلاة، وخصوصا في قيام الليل. سارة قالت لها خلاص، وقالت من جواها أنا مش هخسر حاجة. فضلت 40 يوم تقولها، كل يوم 1000 مرة، وبدموع وهي بتدعي ربنا. بعد 40 يوم بالظبط حست بدوخة، وعملت اختبار الحمل ولقت خطين. ما صدقتش نفسها طبعا، قعدت تبكي تبكي وتقول: يا رب، النبي كان وسيلتي للفرج، يا رب صلي عليه كما أمرتنا. القصة التالتة لمحمود. محمود كان عنده 45 سنة، خسر شغله وفلوسه وكل اللي بناه في حياته في ظروف ما، ولما ولاده كمان مرضوا حس إنه بيغرق. بدأ الاكتئاب ينهشه، فكر يسيب الدنيا، لحد ما في الصدفة شاف فيديو على اليوتيوب بيقول: كثرة الصلاة على النبي تهدي القلب وترد النفس لطريقها. محمود قعد لوحده وقال: يا رب، مفيش غيرك، مفيش أعظم من الصلاة على حبيبك. بدأ يخصص ساعة يوميا يصلي فيها على النبي بدون توقف.
شهرين كاملين داوم على الصلاة الإبراهيمية، وكل يوم كان بيكتب عدد المرات في ورقة. وفي يوم جاله اتصال من شركة في الخليج كان مقدم عليها من 4 سنين تقريبا، قالوا له محتاجينك تبدأ الشهر الجاي. وفجأة كل حاجة اتغيرت، وكل حاجة اتغيرت بمنتهى السرعة: الفيزا، الشغل، السفر، والفرج. قال بعديها: أنا رجعت أعيش تاني لأن الصلاة على النبي أنقذتني من موت، أو بمعنى تاني من الانتحار. القصة اللي بعد كده لهند. هند كانت بنت طيبة جدا، كل اللي حواليها كان بيشتكوا لها، وهي دايما كانت بتدعي لهم. واحدة صاحبتها قالت لها: ادعي لي أخف من مرضي قريب. هند فعلا بدأت تدعي لصاحبتها كل ليلة، وتختم بدعائها 1000 مرة بالصلاة على النبي. مر شهرين وصاحبتها التحاليل بتاعتها أحسن بكتير، وفي طريقها اللي ربنا يشفيها إن شاء الله. حتى هي كمان راحت اتبرعت لها مرة بالدم، وبعدين بالصدفة عرفت إن هي كمان عندها سرطان، بس لسه في الأول خالص، وعرفت إن هي تتخلص منه بدون أي تعب. بتقولي إن هي لما كانت بتدعي استخدمت الدعاء ده: اللهم صل على محمد عدد خلقي ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وقالت بعديها: الصلاة على النبي بتقلب المقادير، وبترد لك دعواتك حتى لو انت كنت ناسيها. القصة اللي بعد كده لنجلاء. نجلاء كانت في السجن ظلم في قضية متلفقة، بنت محترمة ملهاش في أي مشاكل، لكن الظروف خذلتها بشكل كبير. الأيام جوه الزنزانة كانت طويلة قوي، تقيلة وباردة. بتحكي إن أكتر حاجة كانت بتصبرها الصلاة على النبي، طول الليل طول النهار من غير عدد. وفي مرة وهي بتبكي على الأرض قالت: يا رب، لو الصلاة على نبيك سبب فرج فرجها عني. بتقولي معداش أسبوع جالها محامي جديد قرر إن هو يعيد فتح القضية من تاني، وخلال شهر تقريبا خرجت ببراءة، ورجعت لحضن أمها وهي بتبكي وبتقول: أنا كنت بصلي على النبي عشان أهرب من وجعي، لكن لقيتني بخرج من السجن نفسه. الحمد لله. قصة اللي بعد كده بتقول منى. منى كل ما تحاول تحفظ قرآن أو تتقرب من ربنا تحصل لها مصيبة، عجزت إن هي تفهم إيه السبب، وكانت بتقول دايما: كل مرة أقرب من ربنا بتوجع أكتر، لحد ما قررت تبدأ عادة جديدة: تصلي على النبي من 1000 ل3000 مرة، من غير شروط من غير طلبات، بس تقربا لله. استمرت بتقول شهر كامل، وفي ليلة من الليالي حلمت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشافته مبتسم وبيقول لها: بشري الناس إن اللي يكثر من الصلاة علي لا يرد له باب ولا يغلق في وجهه طريق. قامت من النوم بتبكي من الفرحة وهي بتقول: أنا شفتك يا حبيبي يا رسول الله. ومن بعدها كل حاجة اتحولت: حياتها، نفسيتها، صحتها، والأهم علاقتها بربنا، وحست إنها اتولدت من جديد. القصة اللي بعد كده لكمال أو أستاذ كمال، راجل كبير في السن، جاله جلطة قوية. الأطباء قالوا إنه مش هيكمل أيام حتى. بنته كانت قاعدة جنبه في العناية المركزة، ماسكة إيده وبتصلي على النبي بصيغة الصلاة الإبراهيمية، تكررها وتكررها لحد ما النوم غلبها وهي ماسكة السبحة. وفي الفجر النبض رجع، العلامات الحيوية ارتفعت، والدكتور قال لها: ده مش طبيعي، احنا كنا بنستناه، أو بمعنى تاني بنستناه يروح. أستاذ كمال فاق، وأول كلمة قالها: سمعت صوت بنتي وهي بتصلي على النبي، وكنت شايف نور بيدخل صدرها.
رجع يعيش، خرج بعد أسبوع، وأول حاجة عملها وزع سبح على كل اللي يعرفهم وقال لهم دي كانت سبب رجوعي للحياة. آخر قصة معانا قصة خلود. خلود كانت ماشية في الشارع وانفجرت ماسورة بخار جنبها، للأسف وشها اتحرق بنسبة 40%. حست إن حياتها انتهت، راحتها وشكلها، ثقتها بنفسها، كل حاجة راحت. دخلت في عزلة لمدة شهور، وفي يوم جالها اتصال من صاحبتها قالت لها خدي السبحة بتاعتك وكل يوم قولي 5000 مرة اللهم صلي على محمد. خلود قالت لها بس وشي مش هيرجع. ردت صاحبتها قالت لها جربي، ده نور مش علاج بس. خلود استمرت شهور كل يوم تقفل على نفسها وتقول اللهم صلي على محمد، من قلبها، من وجعها ومن كسرتها. وبالفعل بدأت تعمل جلسات علاج بالليزر. الدكاترة كانوا مذهولين من النتيجة. الجلد بيتجدد بسرعة كبيرة قوي مش طبيعية، وشها بدأ يرجع زي الأول وأحلى. سبحان الله. خلود نزلت صورتها بعد سنة وقالت أنا اتولدت مرتين، مرة لما اتخلقت ومرة لما صليت على النبي. كده احنا خلصنا القصص. عايزة أقول لكم بس إن الصلاة على النبي مش مجرد ذكر، ده سحر، مفتاح لكل الأبواب، شفاء لأجساد وقلوب وعقول. جرب تقولها من قلبك 100، 1000، 10,000. كل مرة هتلاقي باب بيتفتح، هم بيتشال، حاجة كنت فاقدها وبترجع. ابدأ من النهاردة، انشر السر ده لغيرك وعيش المعجزة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتكتبلي في التعليقات هتبدأ امتى أو تجربتك مع الصلاة الإبراهيمية عشان ننشرها الجزء الجاي إن شاء الله، وتشير الفيديو مع ناس بتحبهم.